دكتور محمد، واحنا بنتكلم على مركز بحثي كهو نواة او جزء من سياسة الدولة، وانا شايفة ان انتم ماشيين بجد مش عشان انتم موجودين بخطوات وثيقة رائعة في تقدم رائع جدا، ليه ما يبقاش في تبني فكرة اوسع مع الحكومة المصرية ان ده يبقى موجود كسيستم للقمامة الموجودة في الشوارع بشكل كبير؟ يعني ابدا انشر الفكره مش بين الافراد وبين ان انا ادي دورات تدريبيه، وان انا لا، انا عايزه اعمل زي توأمه، زي يعني اجيب شركات كبيره ان هي الشركات اللي بتجمع القمامه وبتاخد الشيء الفلاني، وبرده بنشوف القمامه في الشوارع. ليه ما يبقاش فكره زي دي ان انتوا تلجأوا للشركات دي انها تبدا تنفذ المشروع ده على مجال كويس او واسع؟ يعني هسهل الاجابه بسؤال لحضرتك سالتيه. لما سالتي عن نسبه السيدات اللي بتحضر الدوره او السيدات اللي بتحضر، السيده المصريه دلوقتي ما بقتش، مش هقول بقتش دلوعه، لكن بقت تواجه الواقع بحقائق. نعم. ما بقتش بتقرف. بتقدر تتعامل دلوقتي مع المتطلبات الحياتيه العاديه. انت محتاجه تغيير ثقافه، انت محتاجه تغيير عادات، مش مجرد ان انا اشتغل بضبط الارض وازرع فوق السطح وكده انا فرحان، لا، احنا محتاجين نغير عاداتنا. ازاي مثلا في سيدات فعلا او في رجال او في اطفال هيقرفوا من وجود ضبط الارض؟ الهدف في الشغل بتاعنا كمان، ويمكن بنحاول نركز عليه، ولما يجي حد يتدرب عندنا نقول له هات اطفالك، هات الاطفال عندك، خليهم يجوا كويس وخليهم يتعاملوا مع الدوده، ما تخافش، امنه، ما فيهاش اي مشاكل. كل البحوث بتقول حتى بره مصر لما بيحبوا يدربوا الحكايه دي بنقولها للاطفال اول ناس، خلوا الاطفال يتدربوا. هنا لو انا عايز اشرك شركات خاصه او هشرك او هعمل مشروع اكبر وانقل الموضوع بصوره اكبر، التحدي الكبير هنا ان انت بتغيري الثقافات. مش كل الناس مثلا زي استاذ خالد او استاذ زكريا عندهم الشركات دلوقتي بدات يبقى زي مصر الجديده، يعني تصنيف القمامه الى مواد صلبه، الى زجاج، الى بلاستيك، الى مواد عضويه. الشركات دي نفسها اللي بتجمع القمامه لو انتم مثلا اتفقتوا معاها هتبدا هي تاخد البيبان دي، هي يعني بدل ما تسيبها كاكوام وتاخد الحاجات اللي ممكن تتباع او يتعاد تصنيعها، فهي ممكن تساهم معاكم. انا بتكلم عن انتوا تتفقوا مع شركات تنفذ هذا المشروع. احنا نفسنا ما نقدرش، احنا مركز بحثي، انا ما اقدرش اتفق مع حد. احنا مركز بحثي ارشادي تدريبي، انا اقدر اقدم الخدمات البحثيه، خدمات الافكار يتم تقديمها كمنظومه متكامله في الدوله. وتعاوننا مع اكاديميه البحث العلمي الفتره السابقه في احد المشاريع، والناس ادونا فلوس عشان نقدر نكمل المنظومه ديت ونطور الشغل دهوت، وطبعا ساهموا معانا بجزء كبير جدا من دعم البحوث اللي احنا عملناها. نتمنى طبعا ان يكون في شركات متخصصه تقوم بالخطوه ديت، لكن فعلا محتاجين تغيير فعلا للثقافه، لثقافه الناس، ازاي تفصل. حتى لو انا مش هيحط الدود عنده في بيته والشركه هي اللي تعمل الدود عندها وتعمل المزرعه عندها، على الاقل محتاج لما يجمع الدود يبقى مفصول. احنا نتمنى ان شاء الله يعني نتقابل في مشاريع يعني وافكار كمان تكون اكثر روعه من هذه الافكار، سواء الزراعات المنزليه او الاسطح او تربيه الديدان لاكل القمامه، ويكون هذه المشاريع بدات يتم تنفيذها على نطاق اوسع. بشكركم جدا على تشريفي في الاستوديو وعلى المعلومات اللي احنا خدناها وعلى مجهودكم البحثي او على الواقع التطبيقي. دكتور محمد ابو السعود، وكيل الارشاد والتدريب بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي التابع للمركز القومي للبحوث، شكرا يا فندم. والدكتور محمد سعد، الاستاذ بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي تابع لمركز البحوث الزراعيه، شكرا على وجودكم معانا. وبشكر كل الساده المشاهدين اللي اتصلوا بينا النهارده، والتجارب اللي هم نفذوها على ارض الواقع افكار يعني هي جريئه لكن لها جدواها ومفيده جدا، ان احنا نبدا نتفاعل مع هذه المراكز البحثيه ويكون لها دور فعال في المجتمع.